دفعت كام عشان تطلع الطلعه دي؟ 300,000 غير مصاريف. مصاريف الطريق مش محسوبه؟ اكل وشرب وكل حاجه كانت عليا انا. سافرت ازاي بقى؟ طلعت من مصر على تنزانيا. ايوه طيران. قعدت شهرين فيه، خدت تاشيره من تنزانيا تركيا. وصلت تركيا قعدت فيها حوالي 4 شهور. في وسط ال4 شهور طلعت رحله اليونان، قعدت يومين في الغابه وركبت المركب من تركيا اليونان. قعدت 7 ايام وما وصلتش، ربنا ما اردش يعني. الموتور ولع بيني الساعه 12 بالليل، تعال نغرق. وعملتوا ايه؟ قعدنا نضرب استغاثات وخلاص، كان فاضل لي يوم خلاص وهنوصل، هنخش الملك المياه بتاعت ايطاليا. لدرجه ان انا كان ليا ابن عم في مصر، بعت له رساله صوتيه قلت له لو انا ما فيش اي خبر عني لمده يوم او 2 اعتبرني قابلت ربنا. اليونان جت لنا الصبح بقى، خدونا بيت يومين عليها من غير اكل ولا شرب، وخدوا تليفوناتنا وضربوني. يعني انا عندي اصابه في ظهري، ضربوني على ظهري ورموني في زودياك صغير على حدود تركيا، بقينا ننط فيه كده لا مؤاخذه زي الكلاب عشان نضرب شط لتركيا. تننا نعافر بقى لحد تركيا ما جت لنا، خدتنا دخلتنا سيدني حوالي اسبوعين برضك تاني. بس انا بقى كان عندي هدف بقى نوصل يا نموت، ما كنتش حابب نرجع مصر تاني. رجعت تاني بعد ما طلعت السجن، قعدت شهرين في تركيا وحاولت رحله تاني ايطاليا. قعدت 8 ايام وربنا كرمني وجيت. بس برضك نرجع ونقول لك سكه السفر البحر ربنا ما يكتبها على حد، عايز تيجي تعالى قانوني. لما جيت هنا لقيت حد يقف معاك؟ ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حد. اللي هنا اللي عايز عندك دراع، هتشتغل هتعرف تعيش، مش هتشتغل مش هتعرف تعيش.